السلام عليكم خوتي خياتي ومرحبا بكم معنا في قناتكم الجزائريه وطبختها الاقتصاديه. نتمنى تكونوا كامل بخير وبصحه جيده يا رب العالمين. الفيديو المقترح اليوم راح تكون عجينه مورقه، عجينه بزاف هايله وصدقوني من اروع ما يكون، تجيكم بزاف خفيفه وبطريقه جديده وبطريقه كتير عمليه. يعني تمتم راكي راح توجديها وما راش راح يعني تغلب فيك ولا تعذبك. نبداو مباشره بطريقه التحضير. هنا ناخذ لاكويف تاع لو بيترا، هنحط فيها حوالي 80 غرام تاع زبده التوريق ولا زبده عاديه. اذا ما عندكش زبده التوريق بزاف ديري زبده عاديه. ناخذ 80 غرام، كنت ذوبتها وخليتها بردت شويه. راح نحطها هنا في لو ريسيبيون وراح نحط عليها 3 ملاعق كبار تاع الزيت كيما راكم تشوفوا معايا هكذا، 3 مغارف كبار تاع الزيت. راح نمزج هذا الخليط هذا كامل هكذايا، ومن بعد راح نضيف له حوالي 12 غرام تاع الملح وملعقه كبيره تاع السكر. راح نكمل نخلطهم تري بيان بهذا الشكل هذايا. راح من بعد ديك نضيف عليهم حوالي عندي هنايا 200 غرام تاع الحليب. هذيك يعني عمليه اولى، نسحق 200 غرام تاع الحليب ومن بعد راح نكملها بالماء. يعني ماشي دوكا اللي راح نضيف الماء راح نضيف من بعد يعني في الاخير باش تتلايم لي العجينه واحد 100 غرام تاع الماء ولا 100 مليلتر من الماء. هنا مسجتهم برك هكذايا، حطيت لهم هنايا 500 غرام من الفارينه، يعني رطل تاع فارينه هاني فرغته هنايا، ونبدا نخلط بها بالبيتران ولا بيدك. ممكن انك تستعملي يدك وتستغني نهائيا على العجانه. انا اللي تسهيل فقط المهمه وباش الفيديو ما يكونش طويل بزاف يعني استعملت البيتران. هنايا نبدا نضيف الماء تاعي غير بالعقل، يعني عندي 100 غرام تاع الماء وواحده اخرى نبدا نضيف فيها غير بالعقل كيما راكم تشوفوا هنا في الفيديو حتى تتلايم لي هذيك العجينه اللي نتحصل عليها تكون عجينه طريه وتكون متماسكه، يعني شاده روحها في نفس الوقت. العجينه تاعكم تجي بزاف شابه، شوفوا كيفاش راهي. دوكا ديك انا راح نديرها في الفيلم اليمونتير نخليها تريح لي مده 15 دقيقه. بعد هذيك المده اللي ارتاحت لي راح نرفدها باش تسهل عليا العمليه. راح نبدا نحلها على شكل مستطيل. استعيني دائما يعني باستعمال الفارينه، رشي دائما لو بلان دو طرافاي ديالك بالفارينه. هنايا عندي لا مارغارين دو فيتاج تاعي، عندي 250 غرام من زبده التوريق صالحه، انا نستعمل دائما صالحه. راح شوفوا كيفاش راهي اون بوماد، يعني راهي طريه باش تساعدك تخدمي بها فاسيلمون. نبدا نحيم لي كوتي ونوزع كامل على هذيك لاباط ديالي باش هكذا ما تكونش جهه يعني فارغه ما فيهاش لا مارغارين. نحي هذاك الزائد هذاك تاع الفارينه دائما، غلقتها بهذا الشكل هذا ونبدا نحل فيها مباشره، يعني ماشي حنخليها ترتاح في هذه المرحله. نحلها بهذا الشكل هذا. نستعين دائما بالفارينه اذا كانت يعني تلاصق لك، شتيها ما تلاصقلكش ما ديريش لا فارين. العجينه هذه والمارغرين دو فيتاج راهي طريه يعني ساعدتني بزاف، تمت تحل لكم. رايحين نروليو هاد العجينه ديالنا هكذايا بشكل طولي كيما راكم تشوفوا فيا، هايليك على شكل مسكوتشو رولو. شوفوا كيفاش دوكا درت لها. واش راح نديرو دوكا ديك راح نغلفها بان ساشي ونخليها تريح لي على الاقل 20 دقيقه. نخليها غير هنا فوق يعني في المطبخ، ما ندخلهاش الفريجيدير باش هكذا هذيك المارغرين هذيك ما تجمدليش. كي تجمد لك تولي ما تمشيش معاك. بهذه الطريقه هذه نبدا دوكا ديك نعاود نفتحها بشكل عرضي ومن بعد بشكل طولي. راح نعطي لكم يعني هادو من الاسرار تاع النجاح، هاد لاباط فويتي اللي تجي بزاف خفيفه سورتو للناس اللي ما تنجح لهمش واللي يعني يجربوها يعني وما تخرج لهمش ويقول لك لاباط فايتي صعيبه. هي من اسهل يعني لي بات اللي ممكن انك تحضريها في المنزل. راح نكمل نحلها انا بهاد الطريقه هذه ومن بعد راح ندير لها يعني الطويه ديالها، راح تكون ان تور سامبل هنايا، يعني في الاخير راح ندير لها ان تور سامبل. هنا راح ناخذ المنتصف ومن بعد راح نطبقها على زوج كيما راكم تشوفوا هكذايا، ونزيد الغلقه الاخرى عليها بهذا الشكل هذايا حتى نطبقها تري بيان. لازم تجي هذه فوق هذه بهذا الشكل هذايا.
وهنايا دوكاتيك لاباط تاعنا راهي واجده خلاص. دوكاتيك راح نقسمها ونخليها تريح، خليها في الفريجيدير تريح لك، كل ما تريح لك كل ما راح تعطي لك نتيجه ولا اروع. شوفوا لو فايتاج اللي تحصلنا عليه، يعني الاضاءه فقط ما سمحتليش باش نوري لكم مليح مليح. لو فايتاج هنايا راهو يبان شويه، جات ولا اروع صدقوني، جات بزاف بزاف هايله. بعد ما خليتها ارتاحت انا راح ندير لكم عينه بيان سور، وندير لكم لي فولوفون بها باش هكذا تشوفوا تاع الصح النتيجه اللي تخرج لكم هاد العجينه هذه. يعني ما نعطي لكمش عجينه بلا ما يعني ندير لكم تطبيق باش هكذا تشوفوا فريمون النتيجه اللي تتحصلوا عليها. راح ندير دي فولوفون. النصيحه اللي نعطيها لكم للناس اللي الكوشه تاعهم ما تشعلش في نفس الوقت، يعني من الفوق والتحت في نفس الوقت، النصيحه اللي نعطيها لكم ادوها دائما عبره كي الكوشه تاعكم تشعل لكم يا من الجهه الفوقانيه يا من الجهه التحتانيه. نتوما واش راكم رايحين ديروا؟ سخنوا الكوشه تاعكم تري بيان، ومن بعد كي تجوا رايحين طيبوهم شعلوها من الجهه الفوقانيه. هاني نقول ونعاود، شعلوها من الجهه الفوقانيه، خلوها حتى تتنفخ لكم بيا من الجهه الفوقانيه وتتحمر لكم، من بعد شعلوها من الجهه التحتانيه. هذه هي النصيحه للناس اللي ما عندهمش لي فور فونتيلي ولا اللي يشعلوا من الفوق ومن التحت في نفس الوقت. اذا كان يشعل لك في نفس الوقت شعليه من الفوق ومن التحت. بعد ما قطعتهم هكا بلي زومبورط بياس ودهنت هذيك الجهه السفليه بالصفار تاع البيض، نزيد نحط جهه واحده اخرى كما تعرفوا كامل تعرفوا تخدموا لي فولوفون هكذايا، الجهه المثقوبه من الفوق، ونبدا ندهنها يعني كامل هكا. حاولي انك هذاك الصفار هذاك ما يسيحلكش يعني من لي كوتي، باش هكذا يكون عنده الوقت يتنفخ لك تري بيان في الكوشه. الكوشه تكون مسخنه على 200 درجه، تكون على اعلى درجه، هي تحب السخانه. دونك نقصوا من التحت، انا الكوشه تاعي تشعل من الفوق ومن التحت، خليت الفوقاني ونقصت من التحت، خليتهم حتى ديفلوباو وبداو يتنفخوا هكذا كما راكم تشوفوا. باش يعني طفيت من الفوق نزلت لها من التحت وخليتهم حتى طابولي مليح مليح. وهذه هي النتيجة النهائية تاع عجينة المورقة ديالنا بطريقة جد سهلة. نتمنى انكم تجربوها، تخلوا لي تعليقكم ودعم شوية للقناة، يعني باش هكذا تطلع غير بكم. انا ما بقى لي نقول لكم تهلاو في روحتكم، تهلاو في صحتكم، نتلاقاو في ساعة الخير ان شاء الله. دمتم في رعاية الحافظ الاعلى والسلام.